ازاي تستلم بند تاسيس الكهرباء؟ اول حاجه المناسيب واماكن المفاتيح والبرايز، وتتاكد ان هم موزونين كويس، وش واحد مع البؤج او المحار، هتجيبهم من على لوح الكهرباء وتطبقهم بالفرش، وتتاكد من ارتفاع مناسيب المفاتيح بتاعتك على 90 سم، والبرايز من 30 ل 40 سم، في المطبخ او الحمام 120 سم، الاباليك على 180 سم، لوحه الكهرباء على 180 سم برضه. هتشيك على عدد واقطار خراطيم الكهرباء، 20 او 25 سم بالنسبه للصواعد، و16 مللي بالنسبه للخراطيم اللي موجوده في الحوائط والارضيات. السلك نفسه في الصواعد ما يقلش عن 16 مللي، والتكييف والسخان ما يقلش عن 6 مللي، البرايز العاديه 3 والمفاتيح 4. هتشيك على لوحه الكهرباء، وهتبص على سلك الكتان لو لسه ما سحبتش لاسلاك الكهرباء بتاعتك. ما تنساش تبص على الكوفريهات، وتستلم الشقه كلها منوره، لمبه لمبه في كل فراغ شغاله والدنيا تمام. في التشطيب بقى هتستلم البرايز بتاعتك باللمبه برضه، هتجيب دوايه وفيها لمبه وطالع منها فردتين سلك، تدخلهم في البريزه وتتاكد ان اللمبه بتاعتك نورت، يبقى هي شغاله والدنيا تمام. مفك التست مش هينفع خالص في الحاله دي، لانه ساعات هينور معاك لكن الدايره من جوه مقفوله وما فيهاش كهرباء. انا محمود مختار، وده